لازم كل شخص يفهم الكلمتين دول. مش ادام انت قلت للانسان اللي انت بتحبه، مش ده اللي انت قلت اللي انت مثلا خلاص مش انت اللي في الكون يعني. لا، انا بحبك مش بذللك. دايما لما انا احب حد لازم هو كمان يحبني، لازم ابادل نفس التبادل اللي انا ببادل فيه. مش هتحبني مش هحبك. مش معنى ان انا بحبك وبقول لك انا بحبك وبعشقك وانت 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 اللي انت اساسا ما تحبنيش ولا تقول لي كلمه كده كويسه ولا تعبر لي التعبير اللي انا بعبره لك. ولا انت شايف ايه؟ دايما الانسان لما اجي اقول له بحبك يبقى تعرف ان انا بحبك وتبادلني نفس التبادل. لكن كده شيل ده من ده ارتاح ده عن ده. ده المفهوم وده المعروف وده اللي لازم يتعمل. ما اظنش ان انا هجري وراك، لا. انا عامه ذات نفسي بتكلم شخصيا يعني، لما اقول لانسان انا بحبك وبعتبره اللي هو الاول والاخير في حياتي، ما يجيش لما يجي يحصل اي مشكله هو مفكر ان انا هجري وراك. لا، انا لما بقول لك انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك عشان انا عايز اقول لك كده، ساعتها بحس بكده. لكن لما تيجي تقول لي اسيبك لا طبعا هقول لك غور. صدقني والله هقول لك غور، عشان انا لما بحبك بديك كل صلاحيات ما بديهاش لنفسي، بديك كل حاجه حلوه ما بديهاش لنفسي، بقدرك ما بقدرش اي مخلوق على وجه الارض الا انت، عشان انا بحبك. انا خدت كده، انا خدت عهد على نفسي اللي انا بحبه واديله كل صلاحيات. لكن ولازم تحط تحتها 50,000 خط. لكن دي كبيره قوي عندي. لكن لما تيجي تقول لي اسيبك ابعد عنك، لا 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 لا، خلي بالك بقى، خد الكلمتين دول. هقول لك غور واساعدك اللي انت تنساني. شفت بقى؟ هساعدك والله العظيم هساعدك، عشان مش هتلاقي كشخصيا حد او حد بيحب حد يعني حد يحبك زي ما بحبك. شوف انا بخاف عليك قد ايه. طب جرب، سيبني وجرب. انا مش بقول لك يعني اتفرج كده، لا، سيبني انا دلوقتي وجرب مع شخص تاني. حاول تشوف الشخص التاني هيعمل معاك ايه. هي مش باليوم وليله على فكره، بس خلي بالك في نقطه. انا بقول لك هو روح لشخص تاني. انت لو خدت القرار ورحت لشخص تاني يبقى انت كده سبتني، يبقى انسحبت من الحب اللي انا حبيته لك. وانسى، انا بقول لك انسى، وخد حطها 50,000 خط. انسى لو انت جيت رجعت لي تاني، انسى لا انا اقبلك، لا لا لا، ما فيش منه الكلام ده خالص. انسى لا انا اقبلك. كده عرفتني اللي انت قلت امشي واسيبك، انا اقول لك بالسلامه، والمصحف اقول لك بالسلامه، والله العظيم اقول لك بالسلامه. صدقني والله. انا شخصيا لما بحب حد بحبه، ولما اكره حد اكرهه لدرجه الموت، والمصحف والله اكرهه. اتمنى لك كل حاجه وحشه، مش عايزك في حياتي، ابعد عني بس، اموت وما اشوفكش. خلص الكلام على كده. انما بقى لما تيجي تقول لي بالكلمه كده تقول لي هسيبك وامشي، انت فكرني كده انت بتهزني؟ لا، والمصحف ما بتهزني، والله ما بتهز. هو انت اللي في الدنيا دي انت الاول والاخير؟ انا حبيتك وحبيت عيوبك ومشيت على اللي انت عايزه، مشيت على الخط اللي انت عايزه، مشيت عشان قلبي حبك، مشيت عشان قلبي عايزك وعقل عايزك وكل حاجه فيا عايزك. الا لو حاجه وجعتني بقى، ما هو احنا عندنا الشعب المصري لما حاجه توجعه بنشوف لها علاج، ولو ما لقيناهاش ليها علاج نقطعها على طول، حتى لو ايه في حياتنا، حتى لو ايه في جسمنا. شفتوا بقى؟ اذا كده انت بتقول لي اسيبك انت مالكش علاج؟ ده انت ليك 5000 علاج، والمصحف ليك 5000 علاج. مش هروح لدكتور، انا دكتور. اللي يقول لك اسيبك قول له غور وهجيب علاجك. تصدق انت دي؟ اللي يقول لك هبعد عنك قول له غور، مش انت الاول والاخير. ده انا اساعدك واجيب علاج نسيان ليا واخده.
اه والله، حتى انا ما بنساكش والله، بجد والله. اجيب علاج التوهان كمان، اللي انا كنت اساسا تايه عشان كنت بحبك، وكنت بديك كل حاجه وكل الصلاحيات. لكن انت دلوقتي تيجي تقول لي هسيبك؟ هو انت الاكسجين يالا؟ هو انت الميه يالا؟ هو انت الاكل يالا؟ هو انت ايه؟ انت بني ادم زي اي بني ادم في الدنيا. هتسيبني بكره على طول، مفيش كلام. احب غيرك، سهله يابا، سهله عندنا. اوعى تفكر ان انت الاكسجين انت الواو يعني. هو انت فيك حاجه زياده عن البني ادمين؟ فيك عين يعني زياده؟ فيك بق زياده؟ فيك حاجات تانية زياده؟ ليك ايد زياده ولا اصبع زياده؟ لا، زي البني ادمين. وغير البني ادمين في حاجه واحده، اللي انت مش معايا ده، انت غير البني ادمين. ايوه، انت حاجه تانية خالص. لكن البني ادمين اللي بيحبوا، اللي بيحبني بحبه، اللي ما يحبنيش بالسلامه، صدقني والله. لكن لما تيجي تقول لي اسيبك، عبيله واديله. افهموها انتوا بقى، افهموها واكتبوا لي في التعليقات ردكم ايه بقى.